اتحاد الجزائر وانطلاقه لبنقيت يتفوق على الاول ثم الثاني يرفع راسه. ماذا سيفعل؟ طلب الكره على الجهه اليمنى، الكره توصل فعلا يدخل منطقه العمليات وندريا والهدف. والهدف الاول في الدقيقه الثالثه لاندريا كارولوس بعد هجوم خاطف سريع جدا من بنقيت الجهه اليسرى، كره عرضيه المدافع لم يتمكن منها ودخول قوي وتوغل من كارولوس. اندريا تمكن من فتح التسجيل في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني وهو الهدف الرقم الثلاثة لأندريا لحد الآن في البطولة. أندريا كارولوس هدف مقابل 0 كما كان منتظر. شوف نور الدين، كنت تكلمت في الشوط الاول قلت لك على بنقيت لاعب اللي يمتاز من ناحيه الاندفاع البدني، عنده قوه خارقه. قلت لك لو يعرف يستعمل القوه نتاعو ويستعملها اللي يعني الامكانيات للمجموعه، نظن راح يكون له شأن كبير. وكنا شفناه في اللقطه الاخيره كره سرعه ب 30 متر، واحد ضد واحد، وعرف كيفاش يتعامل مع الكره ومد في عمق الدفاع في وراء ظهر المدافعين ورجع كل اللياقه تاعو. وحضر الكره الهدف الثاني لا يضيع من قبليه. الكره دائما لصالح ضربه جزاء. ضربه جزاء يقول الحكم بعدما لمست الكره احد اللاعبين في يده او التاسع له منذ انطلاقه الموسم. مفتاح في مواجهة نتاش. ربيع مفتاح على الصورة ونتاش وجها لوجه. الصافرة الحكمية المفتاح وضيع. بانينكا مفتاح ربيع لم تنجح. الكرة اصطدمت بالبطاقة 2 4 6 لاعبين او 5 لاعبين يكونون الجدار. هل ينجح في هذه الكرة ممتازة؟ والهدف والهدف الثاني لمزيان. هل هي وضعية تسلل ام هدف ثاني؟ فعلا هدف ثاني. الهدف الثاني لاتحاد الجزائر امام مولودية وهران في الدقيقة 88. الشيء اللي ما تمكنش منه تقريبا بين قوسين في ضربة الجزاء محمد ربيع مفتاح، تمكن بمساعدة طبعا المتابعة لمزيان عبد الرحمن. لا ولكن نتكلموا على التسديدة تاع بكل صراحة، يعني الذكاء. شوف يعني تسديدة في محلها، ولكن الشيء كذلك المقابل هو ان نطاش يعني شوف الريفليكسيون تاعو، يعني كل قراءة بصراحة يعني ردة الفعل تاعو ممتازة جدا. شوف روبون نور الدين صعبة جدا، صداها ما كاش تسلل لأنه خرج وراء المدافعين. شوف لما سدد خرج موراهم، ما فيهاش تسلل. طبعا هذه رغم الصورة ما توضحش مليح. يعني نتكلم على اللاعب اللي سجل يونايتد بزيمبابوي يوم 24 من هذا الشهر. التنقل سيكون يوم 20. الرأسية ولكن جانبية. فراح يرفع راسه رشيد المراوغة بالقدم اليسرى، المراوغة الثاني هل يمر يوصلها ل نساخة والهدف. والهدف. تبقى دقيقة ونصف. هل المعجزة تحدث في ملعب عمر حمادي الشاب يتمكن من تسجيل الهدف؟ لماذا مولودية وهران ما لعبتش بهذه الكيفية وهذه الطريقة؟ لا هذا رغم انها كانت منهزمة بهدف مقابل 0. انا معك نور الدين، كنت تكلمت وقلت لك مولودية وهران عندها الامكانيات لما تخرج وتلعب، عندها لاعبين ممتازين يعرفوا يتأقلموا. شوف عدد اللاعبين. طبعا 2 4 5 6 في منطقة العمل.